السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في موضوع صافي السعر. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن صافي المبيعات، وقلنا ان مدير المبيعات او رجل البيع ما ينفعش يفرح باجمالي البيع، ما ينفعش يقول لك انا بعت بمليون جنيه. ليه؟ لانه لازم يركز ويشوف هو المليون جنيه دي صافي مبيعاتها كام. وقلنا إيه أسباب إن الشركة لازم تركز على صافي البيع، أو إن رجل البيع المحترف لازم يركز على صافي البيع. والأسباب دي تقدر ترجع لها في الحلقة اللي فاتت وتشوفها. لأن ممكن لما أجي أقول واحد باع بمليون جنيه وواحد باع ب900,000 جنيه، فنلاقي إن البيع ب 900,000 جنيه أفضل بكتير للشركة من البيع بمليون جنيه. ليه؟ لأن البيع أم مليون جنيه ممكن يكون هو الراجل ركز على البيعة السهلة اللي فيها خصومات كتير، ممكن يبيع غلط للعميل، فالبيع الغلط ده أثر في إن سبب له مرتجعات. فلما جينا شوفنا صافي البيع لقينا إن صافي البيع مثلا طلع 800,000، لكن لما جينا شوفنا صافي البيع بتاع 900,000 لقيناه مثلا 890,000. فإذا هنا البيع ب 900,000 في إجمالي هي أفضل من البيع بمليون جنيه، لأن ام 900,000 هو كان رجل البيع المحترف ركز على الأصناف اللي ما فيهاش خصم كبير، وده عشان يزود هامش ربح الشركة. ونقدر نرجع للحلقة اللي فاتت ونعرف التفاصيل كلها. كان بيبيع صح، وكان بيدي العميل على قد قدراته البيعية، فبالتالي حجم المرتجعات ما كانش كبير عنده، حجم المرتجعات كان ضعيف. النهاردة هنتكلم في موضوع خطير جدا ومهم جدا للإدارة العليا أو التوب مانجمنت أو أصحاب القرارات في الشركة، اللي بيسعروا المنتجات أو اللي بيحطوا الخصومات أو اللي بيشتغلوا على قياس الربحية وتحديد سعر المبيعات مقارنة بسعر الأساسي للمنتج أو سعر المصنع أو ما يسمى بالكوبز. ليه؟ لأن صافي البيع ده بقى، صافي السعر ده بقى، صافي سعر المنتج ده بالنسبة للشركة هو ده اللي بيحدد لي كتير قوي هو أنا ببيع صح ولا ببيع غلط، وأنا بسعر صح ولا بسعر غلط، حجم الشركة ماشي مظبوط ولا لا الشركة ماشية في انحراف. طيب صافي السعر ده بحسبه ازاي؟ بجيب السعر الرسمي للمنتج وبشيل منه الخصومات وبشيل منه عروض البضاعة المجانية اللي هي زي البونص، زي مثلا بيقول لك 10+1، 10+1. ليه؟ لأن بشوف تأثيرها على الوحدة الواحدة، سعر الوحدة الواحدة كام. بشيل المرتجعات. طب ازاي اشيل مرتجعات المبيعات؟ لأن أنا بحدد المرتجعات كنسبة من السعر. لو المعلومة لسه مش واصلة لك تعال نشوف السلايد اللي بعدها فيها ايه. لما نيجي هنا نقول ايه، تعالى هنا بيقول لك أول مثال. لو أنا عندي منتج بسكوت، والمنتج ده سعره الرسمي، السعر الرسمي بتاعه 10 جنيه، وأنا بطلع عليه خصم نقدي 1 جنيه، وبعمل عليه عرض قطعة مجانية على كل 10 قطع. طيب القطعة المجانية دي على كل 10 قطع لازم أنسبها وأشوف قيمتها كام من سعر المنتج. مرتجعات متوقعة أو المرتجعات اللي جات لي من المبيعات لما جيت حسبتها طلعت ب2%. يبقى كده صافي سعر المنتج ازاي؟ تعال الأول، هو ال10+1 دي قيمتها كام؟ لما أجي أحسب البونص أحسبه ازاي؟ أنا عندي هنا ال10+1 يعني 10 قطع، هزود عليهم واحد بقى 11 قطعة، فبجيب ال11 قطعة، ال11 قطعة دي على ال10 بتطلع نسبة، أضربها في 10 اللي هي القطعة الأساسية، هتطلع يعني أنا عندي هنا ال10+1 دي 11 بالراحة بس عشان دي بتلخفي الناس كتير. ال10+1 دي 11، ال11 هقسمها على الرقم الأساسي اللي هو ال10، هتطلع لي نسبة. النسبة دي أضربها في سعر المنتج الأساسي اللي هو 10، واطرحها من سعر المنتج الأساسي اللي هو 10، هيطلع 91% جنيه. يبقى قيمة البونص اللي طلع ده 91% جنيه. بعد كده المرتجعات المتوقعة والمرتجعات اللي تمت بالفعل هي 2%. ال 2% لما اضربها في ال10 تطلع 20%. يبقى صافي السعر بتساوي ايه؟ بتساوي ال10 السعر الأساسي ماينس أو هشيل منه الخصم النقدي 1 جنيه، هشيل منه قيمة البونص اللي هي 91%، هشيل منه قيمة المرتجعات اللي هي 20%،
أصبح هنا إن صافي سعر المنتج أبو 10 جنيه بعد ما خلصت كل المبيعات وحسبت كل الخصومات وكل العروض وكل المرتجات طلع بيساوي 7.89%. هو الرقم ده بالنسبة للشركة هو ده سعر البيع الحقيقي اللي المفروض تقول لك أنا كسبت فيه، ولا لأ ده أنا كده نزلت عن سعر المنتج الأساسي؟ يبقى كده هنا صافي السعر بيحدد لي إذا كنت أنا باكسب أو باخسر. برضه لو المعلومة لسه مش واصلة لك تعال. لو أنا باقارن ما بين صنفين، صنف A وصنف B، السعر الأساسي بتاع الصنف A 15 جنيه، لكن السعر الأساسي بتاع B 12 جنيه. تعال نشوف الصنف أ، الصنف A خد خصم نقدي 2 جنيه، لكن الصنف B خد خصم نقدي 1 جنيه. هنا في عرض 8+1 هنحسبه بنفس الطريقة، هيطلع قيمته 1.67 جنيه، لكن في المنتج B هيطلع قيمته 1.33 جنيه. عندي مرتجعات ب3%، المرتجعات ب3% لما اجي اضربها في ال 15 جنيه السعر الأساسي هتطلع 45% من 100، لكن لما اجي اضربها في ال 12 هتطلع 36 من 100. تعال نشيل 15، هنشيل منها 2، هنشيل منها 1.67، هنشيل منها 45%، يطلع صافي سعر المنتج ده 10.88. تعال نشوف بقى المنتج B طلع صافي سعره كام؟ 9.88. فقال لك رغم إن المنتج A أغلى، لكن هامش الربح بتاع المنتج B هو أفضل، لأنه أقل من هامش الربح بتاع المنتج B. يبقى راجل البيع المحترف ممكن يشتغل على المنتج B عشان يزود ربحية الشركة في بعض الحالات. وهنا من التسعة هنا 9.31 وهنا 12، فالفرق ما بينها أقل بكتير من الفرق ما بين ال10.88 وال15. هنا الفرق 4 جنيه وشوية، لكن هنا الفرق حوالي جنيه وشوية. يبقى ما ينفعش أفرح أنا بعت بكام، لازم أسأل نفسي هو أنا بعت بسعر كام. يبقى كده الرقم ده لما باجي أقارنه أنا كتوب مانجمنت بقارنه بالكوكس أو بالسعر الأساسي، وهنا بيقول لي إذا كنت أنا بايع صح أو بايع غلط، إذا كانت الخصومات اللي أنا مديها خصومات طبيعية ولا خصومات كتيرة كلت من سعر المنتج. يبقى هنا الملخص هو أنا ليه بهتم بإن أنا أعرف صافي البيع صافي السعر، لأن صافي السعر بيحدد لي الربحية الفعلية للمنتج. صافي السعر بيساعدني إن أنا أقيم العروض والخصومات، هي فعلا العروض والخصومات بتزود البيع ولا بتاكل من السعر. بتساعدني إن أنا أختار أشتغل على أي صنف ومين العميل اللي أبيع له أفضل. بتساعدني إن أنا أحمي صافي المبيعات. يبقى الحفاظ على صافي السعر بيساوي الحفاظ على البادجت. ودي نهاية الحلقة، وأتمنى تكونوا فهمتوا أو استمتعتوا معايا بالمحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.